ايه ده، هو في ناس فعلا بتتعب من اكل الدايت وبطنها بتتعبها؟ بس انا ما كنتش فاكر ان هم كتير، يعني ان انتوا موجودين كتير، انا ما كنتش عارف كده. بس هو ايه اللي بيحصل؟ بص انا كنت بكتب الموضوع دوت. اول حاجه انت زي الكومنت اللي هي قالت دي بالظبط، اول ما توقف السكر اعراض انسحاب السكر بتهاجمك بضراوه جدا جدا جدا، بيبدا مزاجك متضايق وتبدا تتوتر، واي توتر ساعات بيروح متعب القولون، فانت جهازك الهضمي مش بيبقى افضل حالاته. في بكتيريا كمان بتتغذى اصلا على السكر، السكر لما بيقف البكتيريا دي بتموت، فده بيعمل لك ارتباك في توازن البكتيريا في جسمك. فتالت حاجه، انت جسمك تحت حرب حقيقيه، هو عمال بيهاجم في كذا حاجه، هو لسه مش فاهم الوضع الجديد، فانت لازم تكون هادي بس عليه، وهقول لك ايه اللي بيحصل. تاني حاجه بتحصل حاجه، ان انت بتدخل خضار والياف وبروتين كتير جسمك مش متعود عليها. الخضار والالياف اللي لما بتدخل عماله بتعمل لك انتفاخ، البكتيريا النافعه اللي عندك اساسا مش كتير، مش زايده، فده بقى صعب جدا في هضمه وتمثيله الغذائي، فجسمك بيبدا يتعب. ثالث حاجه، انت حمض المعده عندك مش في افضل حالته برضه، حمض المعده مش كتير، فمش بيعرف يكسر البروتين اللي بقى بيدخل كتير، فده اللي بيحصل. فاحنا عندنا ثلاث حاجات، انسحاب السكر دي مش عارفوا يقروا حاجه اصلا. انسحاب السكر عمال بيوترك والقولون بيتعب وبيأثر على البكتيريا بتاعتك. تاني حاجه الخضار والالياف اللي بداوا يدخلوا بكميه انت مش متعود عليها بدا يعمل لك انتفاخ، وعشان ما عندكش بكتيريا نافعه فالالياف اللي هي غير ذائبه في الماء دي بدات تتعبك. تالت حاجه ان حمض المعده القليل مش بيعرف يكسر البروتين بصوره كويسه. هنعمل ايه؟ هنحل الثلاثه. اول حاجه، انت حسيت بتعب وارهاق لما بتاكل الياف كتير، هتدخلي الالياف الذائبه في الماء الاول، اللي هي الكوسه واللي هي جزر مبشور واللي هي بطاطا واللي هي لو هتاخد خيار هتبدا تقشر. ولازم تاخد بكتيريا نافعه، هتاخد بروبايوتيك، ممكن تاخدها من الزبادي عليه معلقه بذر كتان، بس ممكن تاخدها لو انت الاعراض دي عندك وانت البكتيريا النافعه بتاعتك قليله، يعني انت ما كنتش بتاكل مثلا زبادي قبل كده، فانت ممكن تاخده مكمل غذائي ولا حاجه. تالت حاجه حمض المعده ده، هتاخد معلقه خل تفاح قبل الوجبه، قبل الغداء، معلقه 5 مللي كده على ربع كوبايه ميه، هتاخدها قبل الوجبه لو ما عندكش قرحه في المعده. الاثنين دول هيبداوا يعملوا توازن كويس في جهازك الهضمي. العمليه دي المفروض تاخد من 10 ايام ل 14 يوم، وتحس ان انت بدات تتحسن. جسمك مش رافض الدايت، جسمك مش فاهم ومش متعود على الاكل الصحي بالصوره دي، وانت عمال بتفاجئه وهو مرتبك دلوقتي. بالمناسبه في حاجه انا اصلا عملتها مع حاله معايا وفرقت جدا، ان اعملوا تمارين تنفس بعد الوجبه اللي انت بتحس فيها التعب ده، واشربوا نعناع وجنزبيل، بتفرق جدا جدا جدا. تمارين تنفس انا قلتها بقى في مليون فيديو قبل كده، بس هي هتفرق معاك جدا. خد نفسك 6 ثواني من مناخيرك، املى بيه بطنك، احتفظ باربع ثواني، طلعه ببطء 8 ثواني، اعملها مرتين. اعمله مع النعناع بعد الوجبه اللي انت بتتعب فيها كده، هيفرق معاك جدا مع الوقت. احنا قلنا ان يمكن الخناقه صعبه، بس ديت الابطال، وانت لو ذكي هتعرف تحلها، وانا معاك همشي معاك خطوه خطوه.